السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجوكوا على راسي من فوق. أنا أسفة جدا للمنظر اللي انتوا شايفينه ده منظر البلكونة. طبعا احنا في جو يعني شتاء وهوا وكده، بس برضو مش كل ده بسبب كده. بصراحة البلكونة ديت أنا ما بفتحهاش كتير. البلكونة دي أنا سايباها مثلا لتخزين حاجة. يعني مثلا لو انا جايبة بصل، جايبة بطاطس مثلا كتير عن احتياجات المطبخ عندي، فكنت بخزن في العدايات اللي كانت على السور دي، وبحط فيها مثلا وبخشها بقى كل فترة كده. فالبلكونة دي عندي اكتر بلكونة اصلا بتتبهدل. فجيت بقى انا النهارده دي اول يوم اجازه في اجازه نص السنه، وعارفه ان بص بقى الالعاب وكل حاجه هتنزل من على المكتبه وكل حاجه هتتبهدل، وانا اكتر حاجه اصلا بكرهها في حياتي هي الالعاب. بتملالي الدنيا وبتكركب لي الدنيا في الشقه وكده. فقلت لهم لا، انا هعمل لكم قاعده حلوه في البلكونه دي. على يعني خلاص بقى، يعني هي ما عادش فيها بصل، ما عادش فيها حاجه ان انا مثلا اخزنها فيها وكده. فقلت بقى انا بقى امسكها كنوسها الكنسه. بصوا فيها كميه تراب فظيعه. البلكونه دي منها كمان على الشارع، بتتبهدل بسرعه جدا وبتلم كميه تراب غير البلكونه اللي انا بنشر فيها اصلا. يعني انا عامله واحده للتنشير، ودي انا زي ما قلت لكم كده سايباها الخزين لحاجه. وده كان غطا العربيه برضو كان اتبهدل يعني وكده، فجوزي ما بقاش بيستخدمه فحطيته برضو في البلكونه هنا. فبرضو كان عليه تراب نفضته وكده. وجيت بقى مسكت البلكونه، هي نظام حرف ال، هي على اوضتين اتنين في الشقه. اوضه الاطفال والاوضه التانية برضو اللي هي فيها سرير اطفال برضو. فهي على اوضتين. يعني هي البلكونه مساحتها في العرض ضيقه بس هي طويله. ف يعني على قد ما بحاول ان انا استغلها لاي حاجه. فطبعا انا كنت زي ما كنت بقول لكم فيها قشر بصل اهوت، لاني كنت مخزنه فيها بصل. مثلا اما ببقى غاسله سجاد، ببقى غاسله هدوم كتير، ببقى عندي اي حاجه عايزه انشرها مش عارف ايه، اي حاجه اهويها بطاطين كده، برضو السور بتاعها دوت بينفعني في الحاجات دي كلها. بتنفعني برضو في الأعياد لما بقى برضو ببقى مثلا غاسلة ستاير كتير، غاسلة الحاجات اللي هي بتاعة العيد دي. طبعا بلكونة واحدة اللي هناك مش هتكفي طبعا، إنما البلكونة دي مساحتها حلوة يعني. فمسكتها بقى كنستها وكنست السور بتاع البلكونة. بنتي كانت معايا كنست السور بتاع البلكونة برضو. وهنا طبعا الشباك بتاع أوضة الأطفال ده أنا فرشة زي ما أنا قلت لكم الحاجات ديت، عشان تحاول ان ايه ما تدخلش تراب جوه في الشيش يعني وجوه. فالتراب بيبقى على القماش ده يا دوب بيتنفض بيتكنس وخلاص على كده. وهنا برضو الشيش بتاع الأوضة التانية برضو ده كان برضو عليه تراب. مسكته زي ما انتوا شايفينه كده، بقيت ماشية عليه على طول بالمقشة. انا كنت غسلاه في دخلة الشتاء. كنت شايلة كل الشيش والشبابيك، خلعتها. جوزي ما كانش في البيت ساعتها، خلعتهم ودخلتهم الحمام وغسلتهم. ورحت جيت لما هو جه خليته ركبهم لي. بس انا بصراحة ما كنتش عاملة معاكم روتين يعني في اليوم ده وكده. مش عارفة والله، انا مبقتش اعمل معاكم روتينات كتير، ما اعرفش ايه اللي حصل ان انا يعني بعدت عن القناة فجأة وكده. فيا رب انا كل ما اقول لا خلاص انا هستمر يحصل حاجة، فانا بقول يا رب ان انا ابقى معاكم على طول. وتشجعوني طبعا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. وبتعليقاتكم ولايكاتكم هتشجعوني ان انا اعمل معاكم يعني روتينات وفيديوهات تاني كتير زي الاول وتاني معاكم وكده. هنا بقى طبعا البلكونة دي مهما كنستها ومهما نفضتها ومهما عملتها مش هتنفع بالشرشبة والجردل ابدا. فمسكتها كده دلقت فيها مية، والحيطان نفسها كنت حاسة انها عليها تراب. مسكت دلقت عليها مية ومسكتها بالمقشة دب دب، تنتني اكنس فيها وامسح فيها لحد ما بوشت كل اللي كان فيها من تراب ومن حاجات كانت لازقة كده في الارض. والوزر بتاع السيراميك ده برضو كان عليه تراب، برضو مسكت حطيت عليه مية وبقيت اعمله، نزلت كل التراب اللي عليها طبعا عشان بقى خلاص دي دلوقتي هتبقى مكان للقعاد. هيقعدوا فيه، هيلعبوا فيه، هيطلعوا العابهم ويبهدلوها براحتهم فيها. انا كده كده ما بخشهاش اصلا، فهي تبقى بتاعتهم هي. يخشوا بقى يظبطوا يلعبوا يعملوا، تبقى فيها يعني كل حاجة تبقى فيها ليهم هم. هتقولي طب الجو ساقعة،
لا، ما هو انا فرشاها تشوفوها في اخر الفيديو انا عاملاها ازاي زي الصور المصغره كده. فرشاها برضو مظبطاها ليهم وكده. طبعا هنا بقى ابتديت ان انا الم كل المية اللي فيها تراب دي ما كانتش هتنفع خالص ان انا امسحها غير بالشكل ده. طبعا انا عندي هنا جوزي كان عامل لي هنا الخرم اللي في البلكونة ده بينزل المية في الشارع، يعني انا بمسح والمية اللي بتبقى زيادة زي كده بتروح نازلة في قلب الشارع. فانا بقى تنتني اكنس امسحها بالشكل دوت وانزل كل المية الزيادة اللي في البلكونة، المية الوحشة اللي انا مش محتاجاها كلها نزلتها بالشكل دوت من قلب الفتحة دي. وفي الاخر برضو هروح جايه، يعني مش هسكت على كده، يعني هي كده بالنسبه لي مش برضو لسه ما نطفتش والميه لسه وسخه وكده، فبرضو هبقى لسه محتاجه ان انا اعملها، بس مش هعملها برضو غير لما امسك السور الاول انضفه. زي ما انتوا شايفين كده السور انا مسكته بالفوطه دي، الفوطه دي انا مخلياها بس لسور البلكونه امسحه بيه الحبال كده، يعني انا مخصصه برضو الفوطه دي لكده. وتنتني امسح في سور البلكونه كده، في عصافير كانت عامله بتبيع على السور وفي تراب وفي حاجات كانت لازقه كده. مشيت على كل السور حته حته كده نضفته خليته زي الفل. هو السور ده منه السيراميك بتاعه ابيض، من اقل حاجه بيتبان فيه الوساخه ومن اقل حاجه برضو بينضف كده. بقى كانت دي الفقره الاخيره، كانت طبعا مسحت البلكونه بالشرشيبه ونشفتها وبالمنظر دي. بص بقى كانت البلكونه زي الفل. لسه الكرتونه والمفرش بتاع العربيه كانوا لسه على السور، ما كنتش لسه نقلتهم، انا هنقلهم هناك في اخر البلكونه عند الحاجات ديت الاقفاص بتاعه الحاجات اللي انا زي ما قلت لكم بخزن فيها. وهناك دي الشكارة دي فيها برضو كراكيب وحاجات انا ما بستخدمهاش. هحط برضو فيها هناك الكرتونة دي كانت بتاعة الموتوسيكل، ببقى اغطي بيها مثلا البصل او البطاطس او اي حاجة لما ببقى بخزن في البلكونة دي، يعني الحاجات دي. وجيت فرشت بقى الموكيتا دي وسبت المكان الفاضي اللي هناك ده، لان المكان ده اللي هرص فيه الالعاب، يعني مش هيقعدوا فيه، هو هيبقى مكان الالعاب بس. اهي دي صدمة حياتي بقى الالعاب دي، مسكتها رصيتها لهم هنا وحطيتها لهم هنا، يا دوب هياخدوا الالعاب وهيقعدوا على الفرشة اللي انا فرشاها الموكيتا الحمرا دي وخلاص على كده. وهكون كده يعني الحمد لله عملت ما عليا ان انا اعمله، ويا رب الالعاب دي ما تتسربش جوه تاني الشقه. يعني انا بتمنى ان انا خلاص الالعاب دي انا عملت فيها جميع الحيل اللي في الدنيا، وكنت بحطها لهم في كراتين وفي عدايات ونحافظ ونلم وما كانش في حاجه بتتلم. وجيت حطيت كمان المخدات ديت كانت عندي في المطبخ، فيها مخدات تاني عندي تحت السرير هطلعها في المطبخ لان انا ما بستحملش المطبخ من غير مخدات بصراحة. فانا حطيت دول هنا عشان لو سندوا على الحيطة ولا كده، طبعا الجو ساقعة او ممكن يحطوها برضو على الفرشة ويقعدوا عليها. فانا حطيتها لهم في زي ما هم عايزين بقى يتصرفوا، يعني عايزين يقعدوا عليها تمام، عايزين يسندوا عليها ظهرهم من الحيطة تمام، المهم ان انا امنت لهم الدنيا كلها من الشتاء ومن السقعة يعني. فانا كده يعني عملت كل اللي عليا عامله والباقي عليهم هم، ويا رب يا رب اتمنى من كل قلبي ان هم ما يخذلونيش. وهناك زي ما قلت لكم كده حطيت الكرتونه وحطيت المفرش بتاع العربيه في المنطقه اللي انا عاملاها، زي ما قلت لكم ملهاش علاقه